مرحبا. اليوم راح أسوي أسهل وأطيب كيك، كلش سهل بصراحة وطيب حيل. هنا كنت محضرة الكيك، وصفة الكيك موجودة بالقناة، راح أخليها بالصندوق الوصف اللينك مال الفيديو. هنا أنا برد الكيك وبعدين طلعته من القالب خليته على صفحة، وهسه أحضر شوكولات صوص. بالبداية ضفت حليب مكثف محلى. المقادير كلها راح أخليها بصندوق الوصف. هنا خليت كوكو باودر، نخلط إلى أن يختفي الكاكاو. بعد ما يختفي يصير بهذا القوام نضيف الحليب درجة حرارة الغرفة ونخلط إلى أن يتجانس الحليب ويا الصوص. نشعل النار ونبقى نقلب إلى أن يبدي مرحلة الغليان. نضيف عليه الشوكولات، انتو براحتكم إذا تحبون الشوكولات يكون دارك أو حليب يعني ميلك شوكولات. اللي يحب طعم الكاكاو يكون قوي يخلي دارك، يعني يخلي الدارك، واللي ما يحب المرارة مال الشوكولات يخلي ميلك شوكولات. نقلب إلى أن يختفي الشوكولات ونخليه على نار متوسطة، ويعني إلى أن يغلي تقريبا نخليه يغلي 3-4 دقايق. ما خليته يغلي راح يثخن الصوص أكثر، سواء ما خليته يغلي هواي حتى أريد أستعمله للتغليف وللحشو. لا تخليه هواية يغلي، تقريبا 3-4 دقايق تكفي. وهنا أنا بدأ يغلي. طبعا هذا الشوكولات كلش طيب الصوص، يعني تقدرون تستخدموه بهواية أشياء مو بس للكيك، حلويات، أي شي. وهنا بدأ طفيت النار وبهذا القوام صار. خليه على صفحة إلى أن يبرد. صار بهذا الشكل. هو طبعا يصير أثخن إذا خليته بالثلاجة، بس أنا لأنه خليته برا بدي أستعمله للكيك، إذا خليته بالثلاجة يوم كامل يصير قوامه أثخن. تقدرون تستعملوا بأي شي، تخلوه بالثلاجة يقعد تقريبا شهر بالثلاجة ما عليه شي. أنا بديت أسوي الكريمة، خليت 4 أظرف كريم شانتيه جاهز، يعني كوبين مال مقياس، وضفت عليهم كوبين حليب بارد. إلى أن يصيرون بهذا القوام. بعدين أضيف ظرف كامل مال كريمة الكاكاو الشانتيه جاهزة، يعني تقريبا نص كوب تطلع، يعني كوبين ونص كريمة، نص كوبين حليب. صارت بهذا الشكل. نبدي نقطع الكيك في الطبقة اللي فوق ما نريدها، نخليها على صفحة. أنا استخدمت الكيك اللي من فوق، سويته بوب كيكس، خليت عليه نفس الصوص وعجنته بإيدي وسويته دوائر وصارت بوب كيكس كلش طيبة إذا حبوها الجهاز. أنا قطعتهم وخليتهم على صفحة. طبعا كل النص خليته ويا النص الثاني، ولا حتى نستخدمه بالتدريج حتى ما يطلع الكيك أعوج. هنا أنا أحدد الكيك وبعدين
أدخل السكينة يعني اللي جوا حتى ما يتفتت هواية. أنا جبت قالب إنه يكون نقدر نشيل الطبقة اللي جوا، وخليت بيه ورق الزبدة واستخدمت هذا الشي. هسه راح أخليه صورته، جبته مشين يساعد إنه يخلي الكيك مرتفع، إنه نقدر نسوي طبقات هواية وما يتحرك الكريمة ما تطلع. يعني سهل إنه للمبتدئين ما نعرف نسوي كيك إيزي إنه ما تروح منا الكيكة، نزين براحتنا. أنا سقيت الكيك شوكليت، هوت شوكليت، وضفت الصوص نفسه خليته من بالحشوة يعني ينطي طعم هيجي قوي مال الشوكليت. هنا ضفت الكريمة. التزيين والحشو حسب الرغبة، يعني كل واحد يخلي اللي يحب أي شي يحب. أني حشيت بالداخل خليت موز ينطي طعم هواي طيب ويا الدارك شوكولات، بس أني يعني كثر أكثر يصير أطيب. تخلون فراولة تقدرون على حسب الرغبة يعني. دائما نسقط طبقات قبل ما نخلي الكيك حتى لا يكون ناشف، ولو هذا الكيك مو ناشف بس يعني يصير أطيب. طبعا اعذروني صوتي رايح. شوية نضغط وبعدين حتى تتماسك الكريمة والكيك مع بعض، إنه لا تخافوا إنه يتزحزح، ماكو عليه شي. هاي أسهل طريقة للتزيين. ونكرر نفس المرحلة إنه نخلي كيك وكريمة وشوكولات إلى أن يخلصون الطبقات. بعدين ندخل الكيك للفريزر تقريبا أقل شي 3 ساعات ساعتين حتى تتماسك. من نطلعها من القالب ما تكون يعني ما تتزحزح. نضف الطبقة الأخيرة يكون الكيك اللي من جوا إنه نخليه بالعكس حتى تكون السطح أملس إنه ناعم ماكو عرقلات مال تقطيع، ونضغط وندخله للفريزر. وهنا بعد ما جمد طلعته من الفريزر. لازم نفسه يعني بسهولة أقدر أطلعه من القالب عادي، أضغط من جوا وهو يطلع على كيفه. يطلع الشكل ايش قد حلو. التغليف التزيين من الخارج يعني على حسب الرغبة. يعني سويته شي بسيط وحبيت هذا الشكل البر فخليته. جبت أعواد حتى شنو يثبت الكيك ما يتحرك، أخاف منه ما يوقع لأنه طبقات هواية عالي. قلت هذا الغطاء. بعدين جبت سباتشولا إنه كانت بالمي الحار
حتى تسهل إنه نملس الحواف، يطلع بهذا الشكل. نجيب نفس الصوص أخليه بالمايكروويف تقريبا نص دقيقة، يكون هيج سائل حتى أخليه فوق الكيك. انتو الكمية اللي تحبوها تخلون تقدرون تغلفوه كله، تقدرون تغلفوه كله بالصوص على حسب الرغبة. أنا حبيت هذا الشكل أسويه أسهل. انتو طلعوا مهاراتكم بهذا الكيك، الواحد ومهارته. أنا أحب أسوي كيكات، أحب أسوي حلويات، من هيجي سويت كيكة العيد ميلاد مالتي ومال أخويا بإيدي، وهنا أنا الأطراف اللي ما نزلت أني أساعدها بالسباتشولا وأجيب وأخلي ينزل من القطرات هيجي عشوائي وهو يطلع حلو. هنا أنا جبت الكريمة سويت يعني شكل عادي وبعدين أزينها بالفراولة. أنا قطعت الفراولة شرائح بس شنو يعني ما أوصلها للنهاية يصير هيجي مثل شوفوا بالصورة، وخليت العرق مالته الأخضر يطلع شكله حلو، غسلته ونشفته زين وبعدين خليته على الكيكة. وهنا خلصنا الكيك، إذا حبيتوا قولوا لي رأيكم. الشكل كلش حلو حبيته، والطعم للمحبين الشوكولات راح تحبوه هواية، بس أني مرة ثانية راح أخلي ميلك شوكولات للصوص حتى يطلع أخف الطعم مال الشوكولات، والباقي كلش طيب حبيته بصراحة. هذا شكل النهائي. باي.